الخزان الثالث يتكون من سن 7 إلى 14 سنة، واسمه Fun Family and Friends، يعني المرح والعيلة الأكبر والأصدقاء. الخزان ده بيعبر عن احتياج الطفل للتعلم والتطور عن طريق دايرة أوسع من الأهل والأصحاب والأنشطة المرحة. كمان في السن ده الأطفال بينتج عنهم مشاعر من الغضب والانفعالات شديدة، لكن مهمة جدا جدا علشان نموهم العاطفي. المهم نتعامل ازاي مع الانفعالات دي. لو الأهل بيتعصبوا ويزعقوا، الطفل هيتعلم انه ما يتحكمش في اعصابه، وان طبيعي انه يعبر عن ده بالزعيق او بالغضب. لو الاهل قدروا يتحكموا في مشاعرهم ويدوا العقاب اللازم والمناسب، يعني اللي يتناسب مع سن الطفل والحاجة اللي عملها، وهو ان الطفل مثلا يذهب يروح لأوضته لمدة محددة يراجع فيها نفسه، يبقى هنا الأطفال هيتعلموا إن هما يتعاملوا مع نفسهم ويخرجوا الغضب بطريقة سليمة، مش يطلعوه أو يسقطوه على الناس اللي حواليهم من الناس. وما نلومش الناس على مشاكلنا وتعافتنا قدام الأطفال، لأن هما بيتأثروا في السن ده وهياخدوا نفس النمط اللي احنا بنتعامل بيه، ويتعاملوا هما كمان بيه ويعتبروه حقيقة. في المرحلة دي الأطفال محتاجين الأهل يسمعوهم ويفهموهم، محتاجين رعاية غير مشروطة، محتاجين نساعدهم يكونوا صداقات مع أطفال تانيين. كمان الأطفال محتاجين في المرحلة دي مساحة من الحرية للاكتشاف والتجربة، واللي بيطمنهم إن الأهل موجودين لو حصل مشاكل. لو الأهل ادوا مساندة كتير للطفل وفرضوا رأيهم عليه وحوطوه من كل ناحية، الطفل هيحاول يبعدهم علشان يدافع عن مساحته دي من الحرية ومن الاستقلالية اللي هو عايزها علشان يجرب. دورنا المهم إننا نساعدهم في الأمور الاجتماعية والتحديات والصعاب اللي بتواجههم في الحياة. الخزان ده لو فاضي معناها ان الطفل معاش المرحلة دي كما يجب، هيطلع عنده مشاعر مليانة وحدة وعزلة واحساس بفشل في اقامة علاقات، وساعات يبقى فاقد فكرة اسمها المرح. عشان املى الخزان ده بملاه بفيتامين نمرة 3، وهو فيتامين اف، Family Friends and Fun. لو انا حياتي عادية كويسة، يعني وانا طفل قضيت وقت فيه مرح واتعرفت على اهلي وعرفت الدايرة الاوسع وعملت اصدقاء، يبقى احتياجي له وانا كبير معناه بس ان انا محتاج شوية وقت اقضيه تاني في بعض المرح، وفي اني اخرج اشوف عيلتي الاكبر، وفي اني اخرج مع اصحابي، اروح سينما، نروح نادي، نقعد مع بعض ونتكلم. اما اذا كان في مشكلة وانا في الطفولة وما عنديش اصحاب وما اتعلمتش اسعد نفسي، فده معناه ان آن الاوان اني ابدأ اكون صداقات واتعلم ايه يسعدني وابدأ اعمله. اقدر اعمل ده لوحدي لو انا قادر على ده، او في الاستعانة بمدرب حياة او مدرب علاقات. الخزانات الثلاثة دي من اهم الخزانات، وفي كل مرحلة بينمو فيها الطفل بيتعرف على نفسه ويتواصل مع نفسه ويسعى بهذا التواصل، ويتعرف على جوانب من شخصيته، ويتعلم انه ممكن يعمل اخطاء ويتعلم منها. لو الخزانات التلاتة دي فيها خلل في الطفولة، هتعمل تأثير كبير جدا 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 علينا واحنا كبار. مش معنى كده ان مفيش حل، معناه دايما ان في حل من اول ما عرفت احدد المشكلة، وده يا اما اقدر اعمله لوحدي، او استعين بمدرب حياة او مدرب علاقات او طبيب نفسي او اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تساعدني اخرج منها.